أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم أخبار وأحداث. موضوع الساعة هو مشكل المغرب والسنغال وكأس إفريقيا 2025، نهائي المشؤوم. هذا النهائي الذي تمت السرقة العلنية للكأس من المغرب بالبلطجة، بالاستعراض العضلات وبالتهديد بجماهير من ديال العنف والدليل على أن العديد منهم لا زالوا في السجون داخل المغرب. هذا النهائي اللي غيبقى في التاريخ لهذا النهائي بصراحة، لما وقع فيه من تحالفات خارجية وخارج لعبة كرة القدم. تحالف اللي كان من البداية كتبان المعالم ديالو من خلال البرامج الرياضية في الدول المعادية للمغرب، وعلى رأسها الجزائر، اللي كانت إعلاميا دايرة واحد حملة ديال تشويه صورة المغرب وإعطاء واحد النظرة للعالم بأسره على أن المغرب غادي ياخذ الكأس مسبقا، وأن الكل سوف يعمل من أجل أن تعطلوا، أنه في المغرب وهذه 50 سنة ما أخذهاش، وبالتالي هذه فرصة ديالو فاش ياخذها، وأن أي شيء سيعمل إلا لصالح المغرب. في حين كان المغرب كيلعب بشكل عادي وكيقوم بمقابلات ديالو عادية، وكان كيقوم مجهود، وكان تعادل مع مالي، انتصر في مقابلاته بحصص ضعيفة، وكانت كتبان على أن ما كاين لا هناك لا تدخلات لا، وما هذا ما كيعنيش بأن الأخطاء ديال التحكيم كتوقع لا اللي كاينه اللي في صالح المغرب ولا في صالح المنتخبات الأخرى، وهناك الأمثلة عديدة جدا، ولكن الهدف ما كانش هو أن الكلام عن المنتخبات الأخرى، ولكن الكل اتحد وأبان عن وجهه وسقطت الأقنعة وبان العدو من الصديق في هذا كأس إفريقيا. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، هو النهائي والقرار اللي صدر من طرف الكاف، وكان قرار تاريخي أيضا لأنه يعيد الحق لأصحابه. فاحنا كما قلنا عارفين أن الموقف القرار التاريخي ديال اللي صدر عن الكاف بخصوص إرجاع حق المغرب الذي سرق في عز النهار، في عز النهار وأمام أعين الجميع بطريقة خبيثة جدا. فالنهائي ديال كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال 2025، هنا أنا لا أتهم فقط السنغال كما قلت، فهناك العديد من الأطراف، وأقصد دول على رأسها الجزائر الجارة ديال السوء، ومصر مصر وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى هناك أشخاص ذاتيين اللي هم حاقدين على المغرب وحاقدين على ما وصلت إليه المغرب. احنا بغينا نعرفوا أيضا، احنا عرفنا القرار ديال الكاف، بغينا نعرفوا قرار ديال الفيفا. حاليا لحد الآن ما خرجش شي قرار رسمي يمثل الفيفا، ولكن على لسان رئيس الفيفا اللي صرح في النهائي ديال كاس افريقيا، فجاني انفانتينو ادان ما حدث في المباراة، واعتبر ان انسحاب منتخب السنغال من ارض الملعب امر غير مقبول، وقال أن هذه التصرفات لا يمكن التسامح معها في كرة القدم، مما يعني أن الفيفا وعلى كما قلت على لسان رئيسها وقفت ضد السلوك الانسحاب والفوضى، واعتبرته مخالفا لروح اللعبة. كان هذه فقط ليس وجود لقرار رسمي، ولكن على لسان انفانتينو كبان على أن الفيفا في هذا الاتجاه. احنا ننتظروا ما بعد. هناك تقارير تشير على أن الفيفا تستعيد أيضا إلى معاقبة السنغال وحرمانه من
مشاركة في كأس العالم ديال 2026، ولكن هذا الشيء كله لحد الآن ليس هناك قرار رسمي يمثل الفيفا. ولكن القرار النهائي ديال الكاف اللي كيهمنا هو اللي كيهمنا الآن. اعتبره السنغال أنه ظلم، أن اعتماد المغرب على أن المادة 82 84 واعتبار انسحاب السنغال هو أساس هذه المادتين، وبالتالي كان القرار ديال الكاف هو إعطاء الكأس انطلاقا من هاد المادتين. هاد جوج مواد واضحة وضوح الشمس، ما فيهم لا تأويل ولا انسحاب، يساوي خسارة المقابلة وإعطاء الانتصار للفريق الآخر. وبالتالي ما دام هناك نتيجة هو ليس فقط نتيجة المقابلة ولكن حصول على الكأس، فبالتالي أن النتيجة هي 3-0 والكأس يرجع إلى الفريق الآخر الذي ظلم بشكل قانوني. وهنا باش كنرجعوا تفاصيل الملف المغربي، كنوجدوا على أن الانسحاب تم تثبيته. هناك تقرير من داخل التقرير على أن الحكم كان قد عمل على إنهاء المقابلة تطبيقا للقوانين ديال اللعبة كرة القدم الدولية. تم منعه بشكل غير واضح كيف تم ذلك، ولكن ثبت على أنه بالشهود وبالأدلة الثابتة على أن رئيس لجنة الحكام بالكاف منع الحكم أنه ينهي المقابلة، ومنعه أيضا أنه يعطي البطاقة الصفراء للمنسحبين من المقابلة، واللي يرجعوا كاين منهم 2 ولا 3 ديال اللاعبين اللي كانوا عندهم صفراء من داخل المقابلة، وبالتالي كان خصهم الصفراء الثانية خصها تكون حمراء. هذا المنح هذا اللي خلى أن الحكم ماشي هو اللي كيتسيد. وهنا المادة 5 اللي حاولت أن السنغال تعتمد عليها على أن الحكم هو سيد الموقف وهو الذي يقرر في المقابلة، وبالتالي ما دام أنه أكمل المقابلة وأنهى بالصافرة النهائية وكانت النتيجة انتصار ديال السنغال ب1-0، هذا كان تحت ضغط وتحت تسيير، والحكم كان ليست له إرادة الكاملة في تسيير المقابلة، بالتالي أن هناك تأثير كبير وقع على الحكم، وبالتالي وقعت أثرت على نتيجة المقابلة وأعطت الانتصار للفريق الغير الذي يستحقه. بالتالي الكأس عاد بطريقة بسيطة. اللجنة القضائية التي حكمت من داخل الكاف أنها راجعت كل الأدلة وتمكنت من أن النتيجة أن انسحاب وتأثير ديال التدخل ديال رئيس لجنة الحكام والتأثير ديال الجماهير اللي بالتهديد ديالها للدخول للملعب، بالإضافة للعديد من العوامل والأدلة والبراهين التي قدمت في الملف، كان قرارها وحكمها لصالح المغرب هو قرار عادل وليس فيه أي شيء إلا اللي كيشوف عكس ذلك. فهنا هذه أمور كتخصو، لأن نظرة الأمور مخالفة، ليس منطقية وليس نظرة قانونية، وإن كان حاقدا وغيورا وليس لديه أمور أخرى شخصية مع المغرب، فهذه أمور تخصه. أما من الناحية القانونية المنطقية والعدالة فالأمر واضح، وأن الحكم كان عادلا ومنطقيا وقانونيا. هذا كل فيما يتعلق بالقرار ديال الكاف. كيبقى على السنغال من حقها أنها طعن في الحكم، وهذه مسألة لا احنا ماشي ضدها، لأن احنا مع تطبيق القانون ومع مجرى القانوني إلى أعلى درجة قضائية في المسار ديال لعبة كرة القدم. تلجأ للطاس، حنا غننتظروا، حنا كمغاربة، لأن العالم لم يفهم
الموقف المغربي. المغرب دافع لعب مقابلة وقع تحت ضغوطات مختلفة مع الفريق المنافس، مع الجمهور، مع تدخلات جهات خارجية. حاول أن ينهي المقابلة درءا لحوادث قد تكون كارثية بين الجمهور المغربي والجمهور السنغالي، بين السمعة ديال المغرب على المستوى الواجهة العالمية، وحنا كنعرفوا أن المغرب غادي ينظم كأس العالم. كل أشياء تدخلات اللي كانت تخلق واحد الضغط على المغرب، ولكن المغرب قام أيضا بأنه سلك المسار القانوني، سلك المسار القضائي، دافع على حقه، عمل على تكوين ملف متراص بأدلة وبراهين، قدمه إلى الجهات المسؤولة القضائية المختصة، صدر الحكم. هذا الحكم أبان على أن المغرب كان على حق، وأن الحق رجع أو استرجع المغرب حقه. وهنا المغرب لم يظلم ولم يظلم أي أحد ولا أي جهة. نتمنى أن هاد الحاقدين يرجعوا عن غيهم، وأن الغير العاقلين يرجعوا إلى عقولهم وينظرون إلى ما وقع وما تم الحكم لصالح المغرب بطريقة أخرى قانونية، ليس عاطفية، ولكن أن ينظروا إلى القانون. هل طبق القانون أم لا؟ هل ما وقع من أحداث داخل المقابلة والوجهة القانونية هل هي مطابقة؟ بمعنى أن مسار أن سيادة القانون هو الذي حكم، وهو الذي أعطى وأرجع الحكم للمغرب وحق المغرب. حالات فالمنتخب السنغالي الكل عرف أنه غادر أرض الملعب، وهنا احنا لا سمحنا بهذا الشيء يدوز، بأننا كنسمحوا أن في العديد من المقابلات على المستوى العالمي أن في كل واحد ما عجبوش قرار حكم أنه ينسحب ويمشي يجلس في الفيستيار، يشربوا شوية قهوة، يديروا ما بغاو، ومن بعد تعال واحد نص ساعة وعدي ويرجعوا يكمل المقابلة. وهذا كيدخل في التسيب، وفي أن سيادة القانون ما كيبقى عندها تا معنى، وبالتالي حتى اللعبة تفقد المعنى ديالها. فأن السنغال غادر أرض الملعب، الحكم طلب استئناف اللعب، لكن الفريق لم يعد ولم يعد في حينه. في الحقيقة كان على الحكم ألا يخضع للضغوطات وأن يعلن على نهاية المقابلة، وكنا غادي نتهناو. ولكن رغم ذلك أن الذين كانوا ضد المغرب حتى لو وقع هذه غادي يجعلوا بأن المغرب خداها بالقوة وخداها بطريقة غير قانونية، وبالتالي غينظروا له على أن الكأس هذه ماشي من حقه وما كاش هي، وكان غادي تكون أمور بطريقة أخرى. أكمل المقابلة، خسر هما الهدف ديالهم هو أنهم يخسر، هذا اللي فرحهم. لو كان أن البيلانتي تماركا، أن إبراهيم دياز سجل الهدف، كان يسارق الكأس، وأن الحكم هو اللي أعطاهم. لا كان، أو افترضنا أنه فاز على السنغال بدرجة بأهداف كثيرة، كان يقولوا السنغال باعت الماتش للمغرب والمغرب شرم عند السنغال الماتش. المهم أنهم كل شيء يتعلق بالمغرب ما يهمهم إلا أنه ينهزم وأنه ما يأخذش الكأس. أي شيء آخر فهو غير قانوني، وبالتالي أن هاد الناس هادو حنا ما غاديش نتبعهم. حنا الحمد لله ربي كاين ورجع الحق لأصحابه، حنا غادي نمشي مع القانون. لا تعطلنا قانونيا، فحنا الحمد لله كنعتبروه أنه كأس من حق المغاربة، ومن حق المغاربة أنهم يفرحوا به، لأن ما خلوناش ناخذوه من فوق الملعب بطريقة رياضية عادية، جبرونا على أننا ندافعوا على حقنا وناخذوه بطريقة قانونية. فهذه المسألة
بالنسبة لي أنا لا تنقصني ولا تخجلني ولا أخجل أن أقول على أنني أخذت كأس إفريقيا 2025 بطريقة قانونية، لأنه حرموني أنني نأخذها ومنعني أنني نأخذها بطريقة عادية في إطار داخل الملعب. في هذا فخلاصة القول أيها الإخوة أن القرار الكاف هو قانوني من حيث اللوائح والقوانين. وبالنسبة كما قلت العقلاء الذين يريدون أن تسود العدالة وأن يسود القانون، فهنا القانون راه تم تطبيقه، وأن رجع هو للأحداث وطبق القانون بشكل عادي وشكل دقيق. وبالتالي ماشي أننا خدينا بطريقة قانونية ولكن خدينا بطريقة ملتوية. الحق رجع كما قلت لأصحابه، ونتمنى من الله يهدي هاد الحاقدين وهاد الغيورين، وأن كما أن المغاربة ما خصهمش لحد الآن، ما خصناش أننا كما نقولوا نفرحوا بزاف أو أننا نحزنوا بزاف أو يكون عندنا خجل على أننا فزنا بهذا الكأس بطريقة قانونية. بالعكس أننا خصنا نكونوا رافع راسنا، وأننا بالعكس أن دافعنا ويكون عندنا افتخار على أننا عندنا رجال اللي مشاو ودافعوا على حق المغرب وعلى استرجاع حق المغرب الذي هضم والذي انتزع من داخل الملعب ديال ملعب الرباط، اللي كان المفروض أنها تكون مقابلة عادية، والفائز كنا غادي نفرحوا له، والمنهزم أننا ندعو له بالانتصارات في المستقبل. الأساس أن هادشي ما خلاوهش يدوز، حنا غادي ناخذوا حقنا بطريقة قانونية، وإن شاء الله غادي نفرحوا بالكأس كشعب وكمسؤولين. فإخواني كان هذا رأيي في هذا الموضوع ديال المشكل ديال السنغال والمغرب كأس إفريقيا 2025. نتمنى الخير في المستقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.